بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله حلقتنا عن المروحه دي. زي ما احنا شايفين كده، دي مروحه كل ما افتح الفيسبوك الاقي جاي لي اعلان ليها. فانا قررت ان انا اشتريها. دي مروحه بيقول ان هي آه، مروحه بتاعه موتور غساله، بتاخديها في اي مكان معاك. عايزه تغسلي غيار خفيف كده بتغسليها بيها لو انت مسافره او مش في البيت عموما. فانا قلت اشتريها بقى. لقيت طبعا الاعلان معاها زرار للسرعات، مغير للسرعات، سرعة 1 2 و3. طبعا ما فيش خالص اي حاجة معاها من الكلام ده. هي المروحة زي ما احنا شايفين كده، معاها شهادة الضمان اللي انتوا شفتوها الخضرا دي، و ليها سلك يو اس بي، وكمان معهوش راس شاحن، يعني راس شاحن. هستخدم اي راس شاحن عندي في البيت واشغل بيه المروحة. هي ما بتشتغلش بالكهرباء مباشر، بتشتغل بفيشة شاحن زي ما احنا شايفين كده. هنا بحط المفروض فيه لزقة تانية من اللي هي بتلزق في المروحة عشان تثبت بيها، بس دي وقعت مني انا بصراحة. هما تلات قطع بيتحطوا بتثبتوا في المروحة من تحت. في اي مكان انت عايزة تحطيه فيه عشان تغسلي. زي ما انا قلت لكم كده، هما بيقولوا في الاعلان ان هي 3 سرعات، فانا ما لقيتش زرار السرعات. اتصلت بيهم وخدوها وجابوا لي واحده تانية برضو من غير زرار السرعات. فانا يئست بصراحه، وهستخدم راس شاحن من عندي من البيت زي ما احنا شايفين كده، وهجربها واقول بقى ايه، هقول لكم رايي فيها. وكمان عايزه اقول لكم حاجه مهمه. مش كل حاجه في الاعلانات يعني انا استلمتها بصراحه من غير ما افتح الطرد اللي هي جايه فيه. فانت المفروض لما اي حد عايز يشتري حاجه من على النت، قبل ما يستلمها يفتحها ويتاكد ان فيها كل الحاجات اللي شافها في الاعلان ولا لا. هنجرب بقى كده، يعني ده مش مشكله عندي. اهم حاجه ان هي تكون بتنظف كويس او تكون بتشتغل كويس. هجيب طبق بلاستيك كده عشان اشوف هي ممكن تغسل ايه، يعني الاستخدامات بتاعتها. طبعا ثبتها بالثلاث قطع اللي بيتحطوا تحت البلاستيك دول. ولزقتها في الطبق زي ما احنا شايفين كده من الجنب، عشان الطبق ده مش غويط، انا حطيتها في الجنب. طبعا انا شايفه ان مش هتنفع خالص في الطبق ده، فهضطر دلوقتي اجيب طبق اغوط شويه بلاستيك واحطها فيه. ما تخافيش من الكهرباء لان هي مؤمنه كويس قوي. وحطيت فيها كده حته قماشه صغيره وشغلتها كده زي ما احنا شايفين. انا لقيتها ايه، ما رضيتش احط اي نوع من انواع المنظفات علشان تبقى الصوره واضحه يعني اكتر، ونشوف المروحه القوه بتاعتها قد ايه، وبتغسل حاجه كويس ولا لا. ده طبعا ممكن تستخدميها هنا مثلا بندانه، حاجات خفيفه. انا طبعا هحط كل حاجه تدريجي كده، بس انا كبرت الطبق شويه عشان حسيت ان هو صغير على المروحه، عايزه حاجه اكبر شويه. واحط هنا حته القماشه، واحط معاها كمان شويه بقى مسحوق من مسحوق الغسيل، شويه صغيرين بس عشان ايه ما اعملش رغوه، ونقدر نشوف الايه قوه المروحه كويس، تبقى واضحه قدامنا. طبعا احنا شايفين كده يعني هي ممكن فعلا تغسل قطع صغيره زي ما احنا شايفين كده. يعني هي بتاخد دوره وتقف وبعدين ترجع تاني تغير المسار بتاع الاتجاه المروحه. طبعا انا شفت منها على النت غساله محموله صغيره، وشفت المروحه لوحديها، فانا جبت المروحه على اساس ان هي اسهل ان انت تشيليها وتتحركي بيها. ده اول حاجه، اول اختبار انا عملته ليها كان في قطعه القماش الصغيره دي. دي كانت بندانه مركونه بقالها كتير يعني، فانا قلت استخدمها في تصوير الفيديو علشان اشوف قدره المروحه. كده هطلعها بقى كده من الميه واجرب حاجه تانية، اشوف قدره المروحه دي تقدر تغسل معايا ايه كمان. هجيب بقى الشرابات واشوفها تاخد كميه شرابات مني قد ايه لو انا غسلت فيها الشراب. دي كده خلاص زي ما انتم شايفين كده. هشغلها وابدا احط شرابات فيها.
عايزه اقول لكم ان هي من الاخر كده مش هتاخد اكتر من 3 شرابات. مقاس كبير، لكن لو اطفال اعتقد ممكن تاخد 6 او تاخد 5 زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا بجرب الحاجات دي معاكم عشان الناس اللي ممكن يشوفوا الاعلان وتعجبهم المروحه دي وييجوا يشتروها، يبقوا عارفين على نور كده ايه اللي هي الاستخدامات اللي ممكن يستخدموها فيها، يعني ايه الحاجات اللي هتتغسل وايه الحاجات اللي مش هينفع تتحط فيها. هشيل بقى كده الشرابات وهجرب حاجه تانية زي ما شفت الاعلان بالظبط. هي طبعا هتنضف الجوارب والحاجات الصغيره دي لانها ما بتحتاجش يعني مجهود. ممكن تحط على فكره كلور لو انت عايزه تحط في الميه، ممكن تحطي زي ما بتحطي في الغساله العاديه او الغساله الاوتوماتيك بالظبط. بصوا المروحه هي مؤمنه تماما ومفيش ميه بتدخل جوه المروحه نفسها، فما تخافيش حتى وهي شغاله ممكن تحط ايدك في الميه مفيش اي مشكله خالص. ما تخافيش من الكهرباء. طبعا أنا غيرت الميه كده عشان هجرب حاجه تانية معاكم. هثبت بس السلك كده من الجنب بالحاجات اللي هي موجوده دي زي اللي موجوده بالظبط تحت في المروحه اللي هي بثبت بيها المروحه في الطبق اللي انا بحطها فيه. اتاكد بس انها بقت ثابته كويس كده، وهشغلها تاني واجيب معاكم بقى حاجه اكبر من الشرابات والبندانات والحاجات دي نشوف هتقدر تغسلها ولا لا. دي حاجه شبيهه للتيشيرت كده حطيتها فيها. هي مش تقيله بصراحه. هي تعتبر يعني ازيد من الخفيفه بسنه في التقل بتاعها. هشوف دلوقتي المروحه هتقدر تغسلها ولا لا. انا مش هحط بقى هنا اي مساحيق علشان الصوره تبقى واضحه اكتر ليكم، لان انا لاحظت في الفيديو ان هما بيحطوا مسحوق ويبدا يبقى فيه رغوه. طبعا لما يكون فيه رغوه انت مش هتشوفي قوه المروحه كويس. هجرب بقى كده اشيل المروحه واحطها في الجنب، ممكن تبقى اقوى شويه لان انا شايفه ان هي مش قادره تقلب القطعه اللي انا حطيتها كويس. شايفين بتبقى ثابته ازاي؟ الميه تلف وهي تفضل ثابته علشان هي بتحس ان هي ماسكه كده ايه في المروحه. هشيل كده المروحه من القاع. طبعا هشيل الفيشه الاول بتاعه راس الشاحن، وهجيب الحاجه اللي انا بثبتها بيها دي زي ما احنا شايفين كده، واقوم مثبتاها في الجنب بتاع الطبق علشان اشوف هل هنا لما احط قطعه تقيله شويه سن عن التيشيرت هتقدر تغسلها ولا لا. هجرب كل الطرق علشان ما نظلمش برضو المنتج، نشوفه كويس ولا لا. تحس ان الحاجه اللي موجوده في الميه القطعه هنا بتمسك في المروحه كل شويه. فاعتقد لو عندك حاجه تيشيرت تقيل سنه مش هتقدر ان هي تغسله زي ما احنا شايفين كده، لان مش معقول انت هتفضلي قاعده جنبيها كل شويه توسعي الحاجه عن المروحه. يبقى اي حاجه تقيله شويه عن التيشيرت مش هينفع ان انت تستخدميها المروحه دي تغسلها زي ما احنا شايفين كده. طيب انا هشيل دلوقتي بقى القطعه دي واجرب حاجه تانية برضو، اشوف المروحه تقدر تكمل فيها ولا لا. هي طبعا حاجه اخف من القطعه اللي انا حطيتها. ده اشارب اهو، احطه عادي خالص واشغل كده المروحه اشوف هتغسله ولا لا. طبعا الاشاربات او التحجيب دي بتبقى خفيفه، لكن لو خمار على فكره انا جربت في خمار ما نفعتش برضو. لقيته ماسك كل شويه يلزق في المروحه. فهي التحجيبه دي حاجه خفيفه قوي، فدي ما فيهاش اي مشكله زي ما احنا شايفين كده. يبقى دي تغسلي فيها بندانات تحجيبه شرابات، حاجات خفيفه قوي او حاجات اطفال صغيرين وخفيفه جدا كمان. ودي اللي بيحتاجها اكتر فعلا ممكن للطلبه لو هم قاعدين مثلا في المدينه الجامعيه او واخدين سكن. في حاجات بيضطروا ان هم يغسلوها على طول مش اسبوعيا، يعني ممكن يوميا. فهتبقى زي الشرابات والتحجيبات والحاجات دي هتمشي معاهم كويس قوي. هجرب بقى حاجه اخيره.
هحط شويه كده اي نوع صابون سائل عندي زي ما انا شفت برضو في الاعلانات، واحط الاطباق. هما بيقولوا ان انت ممكن تستخدميها زي غسالة الاطباق بالظبط. وهبدأ كده اشغل المروحة. طبعا لو انت عايزة تعملي الفكرة دي عندك وتستخدميها زي غسالة الاطباق هيكون حاجة اوسع شوية. وانا شايفة بصراحة ان هي مش عايزة كمية حاجات كتيرة معاها، يعني دي عايزة مثلا فردين اتنين اعتقد، يعني مش اكتر من كده. زي ما احنا شايفين كده الطبق اللي انا حاطه فيه الميه ليه مساحه معينه. يمكن لو حاجه كبيره شويه ممكن التقليب المروحه ما يقدرش يوصل لها، الميه ما تتقلبش كويس يعني من المروحه، من القوه بتاعتها مش شديده قوي زي ما احنا شايفين كده. ولازم كمان يكون عندك المواد بتاعه الغساله الاوتوماتيك زي الزيت والاريال بتاعها، او مش الاريال، الزيت المسحوق بتاع الغسالة الاوتوماتيك، وفي ملح كده معين. الحاجات دي تبقى عندك لو انت حبيتي تستخدميها نفس الاستخدام. هو انا جربتها في حاجة صغيرة كده زي ما احنا شايفين. طبعا كمية الصابون اللي انا حطاها مش كتيرة، متخففة كمان. علشان كده زي ما احنا شايفين الرغوة برضو مش عالية، يعني مش هتنضف الاطباق كده 100%. بس انا بجرب الفكرة نفسها هل هي تنفع في غسيل الاطباق ولا لا. انا طبعا لسه هجربها في الفرن، بس انا حبيت اجرب معاكم كده ايه الفكره وانا بصور دلوقتي، عشان برضو اللي حابب يجيبها علشان شاف في الاعلان ان هي ممكن تغسل الاطباق. هي ممكن تغسل طبقين 3 بالكتير في طبق زي ده. وممكن كمان تستخدم في غسيل المعالق. المعالق طبعا بتبقى موجوده في الطبق من تحت، لو حطيتيها وشغلت المروحه كده هتقلب الميه كويس قوي، هتطلع اي فضلات موجوده في المعالق. بس اهم حاجه تحطي كمية مسحوق كويسة. ولو عايزة تستخدمي بقى مسحوق بتاع الغسالة الاوتوماتيك بتاعة الاطباق تقدري تضيفيه في المية علشان تجيب معاكي نتيجة كويسة. كده انا عملت لكم تقريبا كل الحاجات اللي ممكن الغسالة تشتغل، او مش الغسالة، المروحة تشتغل عليها زي ما احنا شايفين كده في الفيديو، زي ما شفنا في الاعلان بالظبط. فانا عايزه اقول لكم ان مش الغساله، المروحه دي استخدامها خفيف قوي. علشان ما حدش يبقى جايبها وعامل حسابه ان يغسل بيها مثلا تيشيرت تقيل شويه او اي حاجه شتوي. مش هتنفع خالص لاي حاجه شتوي تماما. مش هتنفع تغسل غير اشربات، بندانات، تحجيبات كمان مش تقيله. ممكن تستخدميها في غسيل اطباق لفردين اتنين بس مش اكتر. ممكن تستخدميها في غسيل المعالق لو عندك كميه معالق هتبقى بعيده عن المروحه، وهتقلب الميه عليهم كويس اوي تغسلهم. من الاخر الاستخدامات الخفيفة. اتمنى اكون افدتكم. بالنسبة للناس اللي عجبها الاعلان زي كده بتفكر انها تشتري المروحة دي، اتمنى ان يكون انتوا شفتوا كده المروحة دي بتستخدم في ايه. ولما بتيجي تشتريها مبيجيش معاها زرار السرعات زي ما احنا شفنا في الاعلان كده. مفيش غير وصلة اليو اس بي اللي هي شبكة في المروحة نفسها، معاش اي حاجة تانية. يعني لما اغير سرعات ولا الراس بتاعة الشحن نفسها اللي انت بتوصلي بيها الكهرباء. كده اتمنى اكون افدتكم في الاعلان بتاع المروحه اللي كل شويه بيظهر على النت ده. هي مش عمليه قوي لكن بالنسبه للناس ممكن يكون ليها لازمه. اتمنى لو الحلقه عجبتكم تعملوا لها لايك وشير، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات.